شوف كيف ما تحمل. يقول هل الملائكة على هذه القوة وعلى هذه بعطاهم يا رب العزة يسبحون الليل والنهار لا يفترون كذا ما كذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ايش انت يا ولدي؟ ايش انت فيك عقل؟ أن تعوقك اذنك بس ولا عينك ولا قراصتك دابة؟ ايش تصبح انت الشيخ العود القوي؟ ما تصبح كأنك مس النور بلعبيبان صغيرين. قال شنو المستشفى ولا أي عيادة حقسنا تعبان بارح مرقت وزهران مرقت هين انت عقب يوم يقولوا لك مطار شيء فلان ما يجوز تقول اسمع اللي انا هذا باقين على شغل قبلي كي الخلق طورت وتمدنت وتقدمت. هي انتو خلينا نتمتع. هي انت اول هذا لا بدوته بعد توقعك لازمك ولدي سترى ما يقع بعدين لو فيك عقل. صحيح ولا ما صحيح؟ ولا ما صحيح ذا الكلام؟ فكر ولدي فكر شويه فكر شويه. يوم ولدي تخلف خبه ويخلى علايتك تل تراب يدفنوك هلك أحب الناس إليك. أنت فكر يوم يروحوا هذا الجماعة مو أنت السود قبر يحتاج الخليل يجي بعضك؟ ما يحتاج الخليل يجي بعضك. كان فيك عقل. صحيح ما صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في مسند الربيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الناس يقول لهم الإنسان إذا وضع في قبره ميت بعد ما يدفنوا الناس وينصرفوا ترجع على روحه ويسمعهم يسمعوا طاياهم يسمعهم خطواتهم يريد يقوم ما يقدر. من معك ذيك الحين؟ أنا أسألك سؤال من معك ذيك الحين يعينك؟ لا مال ولا جاه ولا وظيفة ولا سلطة ولا شيء. صحيح ما صحيح؟ وحدك وحيد مطواي كأنها مطواية الذبيحة متى متبراد وانت الشيخ العود القوي. صحيح ما صحيح؟ أي النتيجة يا أخي فكر. أنا أستغرب وحدي ما أجلس في المقبرة والناس يدفنوا الميت أجلس أشتوه بعقلي أقول تشوف هذا الإنسان محترم معنا وذيك يعني القوة بفيه وذيك البهجة وذاك الشرف تولاده حب الناس يدفنوه بتراب ويعتبروه تكريم. صحيح ما صحيح؟ يعتبروه تكريم. يا أخي فكروا شوية فكروا عشان يفكر بعقله. صحيح ما صحيح؟ وبارك الله فيكم. وأكرر الكلام على أن أريد بالشباب والشياب يهتم بقراءة القرآن في كل مكان. صح ما صح؟